السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حبايبنا طلبة تالتة إعدادي، أهلا وسهلا بيكم. قعدنا دلوقتي مع شرح الدرس الثالث من الوحدة الأولى من فرع الجبر اللي بيتكلم على حل معادلتين في متغيرين، واحدة من الدرجة الأولى والتانية من الدرجة التانية. طبعا احنا أخدنا في أول درس معادلتين في متغيرين والاتنين من الدرجة الأولى، فالنهاردة أنا عايزك تفرق كويس. واحدة من الدرجة الأولى يعني فيها الأس فوق السين أو فوق الصاد واحد، وواحدة تانية من الدرجة التانية يعني الأس فوق السين 2 أو الأس فوق الصاد 2 أو فوقيهم هما الاتنين كل واحد 2. طبعا ملف الحصة هكون سايبه لك على قناتنا على التليجرام، سايب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو. نبدأ نسمي الله نشوف ازاي بنحل معادلتين في متغيرين. معادلة من الدرجة الأولى شبه المعادلة دي س ناقص ص بتساوي 1، ومعادلة من الدرجة التانية شبه المعادلة دي س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 13. ايه القوانين اللي في الدرس؟ مفيش قوانين. انت اخدت في حل معادلتين من الدرجة الاولى اللي هو اول درس طريقة اسمها طريقة التعويض، وانا قلت لك مش مفضل انت تشتغل بيها لانها بتاخد منك وقت. كان الاسهل بالنسبة لك هو طريقة الحسب، تحط المعادلتين تحت بعض وتشيل اللي بالسالب مع اللي زيها بالموجب. وكان في طريقة تانية اسمها التعويض بتحل بيها برضو معادلتين من الدرجة الاولى، هي دي اللي احنا هنستخدمها في الدرس ده، طريقة التعويض. عندي معادلة من الدرجة الأولى، عندي معادلة من الدرجة الثانية، عشان أحل المعادلتين هستخدم طريقة التعويض. وعشان أستخدم طريقة التعويض اللي هعوض بيه هيكون من المعادلة اللي من الدرجة الأولى. يعني أنا هبدأ كده الحل بتاعي بسم الله الرحمن الرحيم، س ناقص ص بتساوي 1، دي كده المعادلة اللي من الدرجة الأولى. أجيب منها السين بدلالة الصاد، يعني أسيب السين في اليمين وأطلع الصاد بره، او اسيب الصاد واطلع السين، اي واحده فيهم هما الاثنين شغاله. الاسهل هنا بالنسبه لي الصاد بالسالب هطلعها بره تبقى بالموجب، يعني كده السين هتساوي صاد بالموجب زائد 1، واحطها ببرواز واكتب جنبيها بالتعويض في المعادله مين؟ الثانيه. ايه بقى بالتعويض في المعادله الثانيه؟ شوف كده اللي جوه البرواز هو ايه؟ س بتساوي ص زائد 1، يعني لو شفت السين في المعادله الثانيه اكتب مكانها ص زائد 1. طب المعادله الثانيه بتقول ايه؟ بتقول س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 13. اهي يا استاذ س، هشيلها واكتب مكانها ص زائد 1، يبقى ص زائد 1 وما انساش الكل تربيع، وكمل الباقي زائد ص تربيع بيساوي 13. كده بقى عندي المعادلة اللي من الدرجة الثانية بدل ما كانت في مجهولين اللي هو س وصاد بقت في مجهول واحد اللي هو صاد. هتبدأ بقى تظبطها عشان تجيب الصاد وبعدين ترجع تجيب السين، يبقى انت كده حليت المعادلتين. اظبطها ازاي؟ طبعا عندي قوس تربيع افكه، بيتفك لثلاث حاجات، الاول في نفسه اللي هو صاد، الثاني في نفسه اللي هو الواحد، الاول في الثاني في 2. يلا بينا، صاد في صاد بصاد تربيع، واحد في واحد بموجب واحد، صاد في واحد في 2 بموجب 2 صاد، وكمل الباقي زائد صاد تربيع، وادخل ال 13 جوه بعكس الاشاره يبقى ناقص 13 بيساوي 0. فاضل لك خطوه التجميع. عندك صاد تربيع وصاد تربيع، لما اجي اجمعهم 2 صاد تربيع، وعندك 2 صاد، وعندك 1 ناقص 13 سالب 12 بيساوي 0. في تبسيط 2 2 12، يعني ممكن اقسم المعادله على الاثنين، بقت صاد تربيع زائد صاد ناقص 12 على الاثنين 6 بيساوي 0. المقدار ده انت اخدته قبل كده في تانية اعدادي، اسمه مقدار ثلاثي بسيط. صاد تربيع زائد صاد ناقص 6 بيساوي 0. افتح قوسين، صاد تربيع صاد وصاد، السالب يبقى سالب وموجب، كام في كام ب6 وطرحهم اللي في النص 1. الله ينور عليك، 2 في 3. الكبيرة التلاتة تاخد إشارة الأوسط اللي هو الموجب، والصغيرة تاخد الإشارة السالب بيساوي 0. تقسم الصفحة نصين وتساوي كل قوس من القوسين اللي عندك بصفر، يبقى صاد ناقص 2 بيساوي 0، وصاد زائد 3 برضه بيساوي 0. أطلع الاتنين بعكس الإشارة يبقى صاد بتساوي موجب 2، أطلع التلاتة بعكس الإشارة يبقى صاد بتساوي سالب 3. جبت قيمتين للصاد، لازم يكون في قيمتين قصادهم للسين. هتيجي كاتب البرواز اللي انت كاتبه في الاول،
س بتساوي ص زائد 1. س بتساوي ص زائد 1. عوض بقى مكان الصاد ب2، يعني س بتساوي 2 زائد 1، يعني س بتساوي 3. عوض مكان الصاد بسالب 3، يعني س بتساوي -3 زائد 1، يعني س بتساوي -2. مجموعة الحل هتبقى أزواج عشان عندي س وصاد. الزوج الأولاني، وتركز وأنت بتكتب بقى الأزواج، ما تقولش 2 و3، لا 3 و2، ببدأ بالسين وبعدين الصاد. الزوج الثاني -2 في السين وسالب 3 في الصاد. شكرا لسيادتك، انت كده حليت المعادلتين. لو عايز تتأكد 3 و2، 3 ناقص 2 1. مربع ال3 9، مربع ال2 4، 9 زائد 4 13. نفس الكلام لو عوضت بسالب 2 وسالب 3. اللي بعده ده سؤال بقى ليك، وقف الفيديو وحله وبعدين ارجع اتأكد بالحل بتاعك. اوجد مجموعة الحل س زائد ص بتساوي 7 وس تربيع زائد ص تربيع بتساوي 25. اوعى تحطهم تحت بعض وتقول لي حذف والكلام ده كله، ركز، دي من الدرجة الأولى ودي من الدرجة الثانية. همسك المعادلة اللي من الدرجة الأولى اللي هي س زائد ص بتساوي 7، أجيب منها السين بدلالة الصاد، يعني أسيب السين وأطلع الصاد بعكس الإشارة، تبقى 7 ناقص صاد، وبعدين احطها ببرواز جميل كده واكتب جنبيه بالتعويض في المعادله الثانيه. وتيجي كاتب المعادله الثانيه س تربيع زائد ص تربيع بتساوي 25. هتشيل السين ولا الصاد؟ لا، انا عندي فوق س بتساوي، يبقى هشيل السين واكتب مكانها 7 ناقص صاد. الكل تربيع عشان السين كان عليها تربيع، زائد ص تربيع بيساوي 25. وبعدين افك القوس، يلا بينا. الاول في نفسه 7 في 7 49، التاني في نفسه سالب ص في سالب ص بموجب ص تربيع. الاول في التاني في 2، يعني 7 في ص ب7 ص في 2 ب14 ص باشاره النص. بعد كده عندي بره القوس ص تربيع، وال25 ادخلها جوه تبقى سالب 25 بيساوي 0. شكرا لسيادتك. تعالى بقى كده نعمل عملية التجميع بتاعتنا. ص تربيع وص تربيع 2 ص تربيع سالب 14 ص، 49 ناقص 25 يطلع لك موجب 24 بيساوي 0. 2 14 24 ده كده أعداد زوجية ينفع أقسم على الاتنين، يبقى ص تربيع ناقص 7 ص زائد 12 بيساوي 0. اروح اكتبها عشان احللها. ص تربيع ناقص 7 ص زائد 12 بيساوي 0. تحليلك بتاع المقدار الثلاثي البسيط قوسين، تحليل الصاد تربيع صاد وصاد، تحليل الاشاره الموجب شبه النص سالب وسالب، كام في كام ب12 ومجموعهم 7، 3 و4 هتساوي كل قوس بصفر، يبقى ص بتساوي 3 ص بتساوي 4 لما اطلع بعكس الاشاره. جبت الصادات فاضل لي السينات، يبقى س بتساوي من البرواز 7 ناقص ص، يعني س بتساوي 7 ناقص 3، يعني س بتساوي 4. س بتساوي 7 ناقص ص، يعني س بتساوي 7 ناقص 4، يعني س بتساوي الله ينور عليك كام؟ 3. فاضل لك ايه؟ فاضل لي مجموعة الحل م ح ازواج. طالما عندي س وصاد اكتب السين الاول وبعدين الصاد، فاصلة، اكتب السين وبعدين الصاد، 4 و3 3 و4. عايز اطلع من السؤال وانا مطمن مليون في المية ان انا حل صح، روح عوض بالحل اللي انت جبته في المعادلات اللي هو مديها لك في السؤال. هتحط مكان السين 4 مكان الصاد 3، 4 و3 7، 4 تربيع و3 تربيع 25 فعلا، 3 و4 3 و4 7، 3 تربيع و4 تربيع برضو ب25. كلام جميل. تعالى مثال تاني. ص ناقص 3 ناقص س بتساوي 3 وس تربيع زائد س في ص بتساوي 5. من المعادلة اللي من الدرجة الأولى، الله ينور عليك، أول واحدة دي ص ناقص س بتساوي 3، أجيب منها الس بدلالة الصاد أو الصاد بدلالة السين. فالأسهل إن أنا أجيب هنا الصاد بدلالة السين، لأن الصاد موجبة والسين سالبة فدي تطلع بره، يبقى ص هتساوي س بالموجب زائد 3، واحطها كده ببرواز واكتب جنب البرواز
بالتعويض في المعادلة التانية، واكتب المعادلة التانية س تربيع زائد س ص بتساوي 5. هتعوض مكان مين؟ بص على البرواز، ص بتساوي يبقى عوض مكان الصاد، يبقى الس زي ما هي زائد س في ص، ادي الس زي ما هي، ومكان الصاد اكتب س زائد 3 اللي بيساويها. كل ده بيساوي كام؟ بيساوي 5. مش هفك بقى هنا قوس اس 2 لان لما عوضت ما طلعليش قوس اس 2. طب اعمل ايه؟ هنا س قدام القوس، فاعمل عمليه توزيع، اضرب س في س بس تربيع، اضرب س في 3 ب3 س، وفي الاول س تربيع، وبره 5 تخش جوه -5 بيساوي 0. هجمع بعد كده س تربيع وس تربيع 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 5 بيساوي 0. اروح بقى احلل المقدار ده مقدار ثلاثي غير بسيط. 2 س تربيع زائد 3 س ناقص 5 بيساوي 0. قوسينك 2 س تربيع هي 2 س وس، السالب بيبقى سالب وموجب، بس انا مش هكتب السالب والموجب في الغير بسيط دلوقتي. هفك الخمسه، 5 في 1 بس ما اقولش طرحهم 3، انا بجرب وبعد كده بعمل وسطين وطرفين عشان اوصل لل3. فحط مثلا هنا ال5 وهنا ال1، اللي في النص ده 5 س واللي على الطرف 2 س، طرحهم 3 س. طب ما كانش، حط هنا ال5 وهنا ال1. جميل. من الكبير ال5 س تاخد النص والتانية عكسها، لان اشاره الاخير سالب يبقى الاشارات مختلفه. اقسم الصفحه نصين يبقى 2 س زائد 5 بيساوي 0، س ناقص 1 برضه بيساوي 0. اطلع الخمسه بعكس الاشاره يبقى 2 س بتساوي -5، اطلع الواحد بعكس الاشاره يبقى س بتساوي موجب 1. اقسم على الاثنين يبقى س بتساوي -5 على الاثنين. فاضل لك مين؟ انا جبت السينات يبقى فاضل لي الصادات. طب في الامثله اللي فاتت كنت جبت الاول الصادات وبعدين عوضت جبت السينات، عادي جبت السينات اعوض اجيب الصادات. طب اعوض فين؟ في البرواز، هترجع له في الاخر ده ص بتساوي س زائد 3، يعني ص بتساوي مكان السين -5 على 2 زائد 3، يعني ص بتساوي نص، احسبها بالآلة. ص بتساوي س زائد 3، يعني ص بتساوي 1 زائد 3، يعني ص بتساوي 4. مجموعة الحل -5 على 2 ونص، وعندي 1 و4. عايز تتأكد؟ عوض 4 مكان الصاد ناقص 1 مكان السين يديني 3. خلاص، نص مكان الصاد ناقص -5 على الاثنين يعني 2 ونص، يعني نص ناقص -2 ونص، تبقى نص زائد 2 ونص كام؟ 3. ولو عوضت في المعادله الثانيه برضو هتحقق، يبقى الحل ده صحيح مليون في المية. اللي بعده مساله ليك اختها، وقف وحل وارجع اتاكد. س ناقص ص بتساوي 2 دي من الدرجه الاولى، س تربيع ص تربيع دي من الدرجه الثانيه. ابدا بالمعادله اللي من الدرجه الاولى، س ناقص 2 ص بتساوي 0. اطلع ال2 ص لانها بالسالب فالاسهل تبقى س بتساوي موجب 2 ص، واكتب جنبيها بالتعويض في المعادله الثانيه، واروح اكتب المعادله الثانيه اللي هي س تربيع زائد س في ص زائد 28 بيساوي زائد ص تربيع بيساوي 28. هعوض مكان مين؟ بص على البرواز، س بتساوي 2 ص، فاشيل السين واكتب مكانها 2 ص. دي س تربيع يبقى 2 ص تربيع، دي س في ص مكان السين 2 ص في ص اللي وراها، وبعد كده عندي ص تربيع وبعد كده عندي 28. واحده واحده في التجميع. 2 ص لما اربعها تبقى 4 ص تربيع. الغلطه اللي اشطر طالب فيكم بيقع فيها الغلطه دي، يقول لك 2 ص تربيع 4 زائد 4 ص زائد ص تربيع. المعلم عمل ايه بقى هنا عشان يبقى غلط؟ اتعامل مع دي ان هي 2 زائد ص لكل تربيع، اللي هي حدين مجموعين، لكن هي حد واحد يا حبيب قلبي، فده غلط. لو هي حدين، الاول في نفسه الثاني في نفسه، الاول في الثاني في 2 مجموعين او مطروحين. لكن لما تبقى رقم مضروب في ص، لما تيجي تربعه بتربع الرقم وتربع الصاد، فتبقى 2 ص لكل تربيع، اربع الاثنين 4، اربع الصاد ص تربيع. اتمنى تكون فهمت الحته دي. نيجي هنا بقى، عندي 2 ص في ص
2 في 1 ب2، هنا قدامها 1 وصاد في صاد بصاد تربيع، وعندي هنا صاد تربيع بيساوي 28. كلها صاد تربيع، ده انا كده ممكن اجمعها. 4 و2 6 و1 7 صاد تربيع بيساوي 28. الله ينور عليك، هنقسم على السبعة، سامعك؟ يبقى هنا على السبعة، هنا على السبعة، يبقى صاد تربيع بتساوي 4. اعمل ايه؟ اخد الجذر التربيعي، جميل، يبقى صاد بتساوي موجب وسالب 2. تبقى السين بتساوي من البرواز 2 صاد، يعني 2 في موجب وسالب 2 يعني موجب وسالب 4. يبقى مجموعة الحل لما السين بموجب 4 الصاد كانت ب2، ولما السين كانت بسالب 4 الصاد كانت بسالب 2. عايز تتأكد روح عوض. 4 ناقص 2 في 2 بصفر، سالب 4 ناقص 2 في سالب 2 برضه بصفر. يبقى كده حلك صح مليون في المية. ندخل بقى على الأفكار بتاعة المسائل اللفظية. عايزك تركز عشان تفرق بين المسائل اللي خدناها في الدرس الأولاني وبين المسائل دي. أنت هتعرف دلوقتي لما تيجي تطبق المكتوب عددان حقيقيان مجموعهم 7، يبقى العددان نفس اللي كنت بعمله في أول درس، س وصاد. وممكن تقول بقى الأكبر س والأصغر صاد، دي براحتك. أنا ممكن أخلي الكبير هو س وأنت ممكن تخلي الكبير هو صاد، برضه صح عادي. مش شرط يعني الأولاني هو الس ده يبقى الكبير، لا. الفرق بين مربعهم، يعني أنا مجموعهم 7 الأول، يعني مجموع السين والصاد بيساوي 7. دي خلاص دي من الدرجة الأولى كده. الفرق بين مربعهم، يعني لو ربعت السين وربعت الصاد وطرحتهم هيديني 7. اوجد العددين، يعني هات لي السين والصاد. هعمل ايه؟ نفس اللي كنت بعمله في اللي فات. امسك المعادله اللي من الدرجه الاولى، اجيب السين بدلاله الصاد، اعوض بيها في المعادله اللي من الدرجه الثانيه، اجيب الصاد، ارجع اعوض اجيب السين. حلو. طب هنا س زائد صاد مفيش واحده فيهم سالب، خلاص بقى، يبقى صاد بتساوي، طلع السين 7 ناقص س، واحطها ببرواز واكتب جنب البرواز بالتعويض في المعادله الثانيه اللي هي س تربيع ناقص صاد تربيع بيساوي 7. هسيب الس تربيع زي ما هي ناقص وافتح قوس تربيع، احط جوه القوس اللي بيساوي صاد اللي هو 7 ناقص س بيساوي 7. يلا بينا نجمع س تربيع. بص بقى، 7 في 7 49، وفي سالب يبقى سالب 49. سالب س في سالب س بموجب س تربيع، وفي سالب يبقى سالب س تربيع. 7 في س في 2 ب 14 س بالاشاره السالب، وفي سالب بره تبقى موجب 14 س. كل ده بيساوي كام؟ 7. اختصاراتك الجميله. هنا عندي الس تربيع بالموجب والس تربيع بالسالب يروحوا مع بعض، بقى عندي 14 س بس، يبقى هطلع 49 بره، لان كده مفيش س تربيع بقى، مش هحلل. يبقى بتساوي 7 زائد 49 يعني 56. اقسم على ال 14 تبقى الس بتساوي 4. طب الصاد بتساوي ايه؟ 7 ناقص س، يعني 7 ناقص 4 يعني كام يا شباب؟ يعني 3. ما اقولوش بقى مجموعة الحل 4 و3، اقول له على طول العددان 4 و3 او 3 وكام يا شباب؟ و4، على حسب بقى انت بقى تبقى فارض. انا جايب السين ب4 يبقى العددين س وصاد يبقى 4 وكام و3. عايز تتاكد، 4 زائد 3 7. طب الفرق بين مربعهم 7، لو ربعت الاربعه 16، ولو ربعت الثلاثه 9. 16 ناقص 9 فعلا يديني كام؟ 7. يبقى كده حلك مظبوط مليون في المية. اللي بعده، عددان حقيقيان حاصل ضربهم 2، يبقى العددان س وصاد. حاصل ضربهم يعني س في صاد بيساوي 2. وإذا أضيف أكبرهم، هنفترض إن أكبرهم ده اللي هو س، إلى ضعف أصغرهم يبقى زائد، عشان قال لي أضيفه ضعف يبقى 2 صاد الصغير صاد. كان الناتج كام؟ 4. هنا بقى الغلطة اللي الطالب بيقع فيها، يقول لك المعادلتين دول من الدرجة الأولى. طب دي احنا عارفين ان هي من الدرجة الأولى عشان الأس فوق السين وفوق الصاد 1. دي ازاي من الدرجة الثانية؟ ده السين قصادها 1 فوقيها 1 والصاد فوقيها 1. اقول لك دول مضروبين في بعض. في الدرجة لما يبقوا الرمزين مضروبين في بعض الدرجة بتبقى مجموع الأسس، فده فوقيها 1 ودي فوقيها 1 وهما الاثنين مضروبين في بعض يبقى كلها على بعض من الدرجة الثانية اللي هي مجموع الأسس. لكن لما يبقوا مجموعين الدرجة بتبقى أعلى أس. لو دي فوقيها 1 ودي فوقيها 1 يبقى 1. طب لو دي 1 ودي 2 تبقى من الدرجة الثانية اللي هي أعلى حاجة.
يبقى لو مجموعين او مطروحين اعلى اس. طب لو مضروبين بجمع الاسس عشان اجيب الدرجه. يبقى احنا كده فهمنا ان س في ص هتقابلك كتير على فكره من الدرجه الثانيه، لان الدرجه مجموع الاسس بتاعت س وص عشان هما مضروبين في بعض. جميل. نعمل ايه؟ نمسك المعادله اللي من الدرجه الاولى، س زائد 2 ص بتساوي 4. اطلع مين بره؟ اطلع الاسهل ال 2 ص عشان الس تفضل لوحدها. يبقى 4 ناقص 2 ص. واكتب بالتعويض في الاولى اللي هي س في ص بتساوي 2. هشيل السين واكتب مكانها 4 ناقص 2 ص. اضربها في مين؟ في ص، واساويها بكام؟ ب 2. طبعا عندك الصاد مضروبه في القوس، يبقى هتعمل عمليه توزيع. الصاد في 4 ب 4 ص، الصاد في سالب 2 ص، سالب 2 ص تربيع. وادخل الاثنين جوه يبقى سالب 2 بيساوي 0. هنعيد ترتيب المعادله اللي قدامي، هتبقى سالب 2 ص تربيع موجب 4 ص سالب 2 بيساوي 0. هنقسم على سالب 2 لان في تبسيط اهو، 2 4 2، وهقسم على السالب عشان يبقى المعامل الاولاني موجب. يبقى دي بقت راحت، بقت ص تربيع، و4 ص على سالب 2 سالب 2 ص، سالب 2 على سالب 2 موجب 1 بيساوي 0. اروح امسك بقى ص تربيع ناقص 2 ص زائد 1 بيساوي 0 واحللها. ص تربيع ص وص، الموجب شبه النص، كام في كام بواحد ومجموعهم 2، 1 في 1 بيساوي 0. انا هنا مش محتاج اقسم لان القوسين شبه بعض، فهكتفي بواحد فيهم. ص ناقص 1 بيساوي 0، فطلع ده بره، يبقى ص بتساوي موجب 1. عوض في البرواز، س بتساوي 4 ناقص 2 ص، يعني 4 ناقص 2 في 1، يعني س بتساوي 2. يبقى كده العددان س وص اللي هو 2 وكام يا شباب؟ 2 و1. مش مصدقني؟ حاصل ضربهم 2 شبه ما هو قايل. الكبير 2 اضيف الى ضعف الصغير، فالصغير 1 ضعفه 2، فلما اضيف 1 لما اضيف الاول اللي هو الاثنين لضعف الواحد اللي هو الاثنين يدينا 4. فعلا كان الناتج كام؟ 4. يبقى انا كده حل مظبوط مليون في المية. مسألة برضو بتاعتك انت، طبق بنفسك يلا. عددان حقيقيان موجبان الفرق بينهم 4، يبقى هنقول له الاول العددان س وص، الكبير س والصغير ص، الفرق 4، يبقى المعادلة الأولى س ناقص ص بتساوي 4. حاصل ضربهم 12، يعني س في ص بتساوي 12. اوجد العددين من المعادلة اللي من الدرجة الأولى س ناقص ص، من المعادلة اللي من الدرجة الثانية س في ص، عشان دول مضروبين فبجمع الأسس عشان أجيب الدرجة. فأنا هطلع هنا الصاد بره، يبقى الص زائد 4 بتساوي الس، واكتب جنبيها بالتعويض في المعادلة الثانية اللي هي س في ص بتساوي 12. هشيل مين؟ بص على البرواز، س بتساوي يبقى هشيل الس، واكتب مكانها ص زائد 4 مضروبة في ص بتساوي 12. اوزع ص في ص، ص تربيع، ص في 4 ب 4 ص، ال 12 تخش جوه بعكس الاشارة يبقى سالب 12 بيساوي 0. اروح امسك المعادله دي ص تربيع زائد 4 ص ناقص 12 بتساوي 0 واحللها. يلا بينا. قوسين ص تربيع ص وص، السالب سالب وموجب، كام في كام؟ ب 12 وطرحهم 4. الله ينور عليك. 2 في 6. لما تكون الاشارات مختلفه الكبير يتحط مع اشاره الاوسط، فالسته الكبيره تتحط مع اشاره الاوسط اللي هو الموجب، وهنا الاثنين الصغيره. يبقى ص بتساوي 2 لما اطلع بعكس الاشاره، ص بتساوي سالب 6 لما اطلع بعكس الاشاره. دي مرفوضه. جديده دي عليا يا استاذ، لان انت ما خدتش بالك من كلمه موجبان، العددان موجبان، فانا هرفض الايه؟ السالب. يبقى الصاد بس الموجب ب 2. اجيب السين ازاي؟ بالبرواز، س بتساوي ص زائد 4، يعني س بتساوي 2 زائد 4، يعني س بتساوي 6. فعلا 6 ناقص 2 4، وحاصل ضرب الستة في 2 بكام؟ ب 12. مثال رقم 5، ودي مسألة عالمية وبتجات في امتحانات كتير. مستطيل محيطه 24 ومساحته 20، هات لي بعدان. هنفرض ان البعدين اللي هم الطول والعرض س وص، المحيط ب 24. المحيط ده اللي هو الطول زائد العرض مضروب في 2 بيساوي 24. هتعوض مكان الطول
بس ومكان العرض بصاد، وبالمره اقسم على الاثنين يبقى س زائد ص بتساوي 12، لان دي هتروح مع دي. 24 على الاثنين بكام؟ ب 12. دي المعادله الاولى. عندي ايه تاني؟ عندي المساحه ب 20. المساحه بتساوي 20. المساحه دي اللي هي الطول في العرض. الطول اللي هو س في العرض اللي هو ص بيساوي 20. دي المعادله الاولى. دي المعادله الثانيه. دي من الدرجه الاولى، دي س في ص، يعني تبقى من الدرجه الثانيه. يلا بينا نشتغل عشان نجيب السين والصاد. همسك المعادله اللي من الدرجه الاولى. س زائد ص بتساوي 12، يبقى ص بتساوي 12 ناقص س. اطلع اي واحده فيهم واكتب كده بالتعويض في المعادله الثانيه اللي هي س في ص بتساوي 20. يعني س في ص اللي هي 12 ناقص س بتساوي 20. وزع. س في 12 ب 12 س، س في سالب س بسالب س تربيع، وال20 تخش جوه، سالب 20 بيساوي 0. رتب. يبقى سالب س تربيع موجب 12 س سالب 20 بتساوي 0. طب اقدر احلل والاشاره بتاعت الس تربيع بالسالب؟ لا، مش هعرف احللها كده، هتبقى صعبه عليا. فاعمل ايه؟ اضرب فيه هنا سالب عشان اغير الاشاره بتاعت المعادله كلها. تبقى دي بالموجب، دي بالسالب، دي تبقى بالموجب، بيساوي 0. افتح قوسين. س تربيع س وس. الموجب شبه النص. كام في كام؟ ب 20 ومجموعهم 12. 4 في 5 ب 20 بس مجموعهم 9. 2 في 10. هنا 2 وهنا 10 بيساوي 0. هتساوي الاولاني بصفر، يبقى الس ب2 والسين ب10. طب الصاد في الحالتين انت عندك ايه بقى؟ 12 ناقص س، يعني 12 ناقص 2 يبقى الصاد ب10. 12 ناقص س يعني ناقص 10 يبقى الصاد ب2. يبقى البعدين 2 و10 او 10 و2، مش هتفرق معايا. 2 و10 او 10 و2، في كلتا الحالات هيبقى المحيط مجموعهم في 2 ب 24 وضربهم اللي هو المساحه ب 20، ولو بقت 10 و2 برضه هتبقى صح. رقم 4، مساله ليك طبق بنفسك انت، مساله مهمه عايزك تركز معايا فيها، بس دي انا سايبها لك انت تحلها عشان بقى دي فيها فكره كده بسيطه ان انت تبقى عارف قوانين المثلث. مثلث قائم الزاويه مجموع طولي ضلعي القايمه 17 والمساحه 30، اوجد طول وتر المثلث. طبعا اللي بيزاول اغلبيه الطلبه هنا مين هنا؟ البعدين. هو قال لك مجموع ضلعي القايمه، يبقى البعدين هما ضلعي القايمه، يعني س وصاد هيبقى السين الضلع القايمه الاولاني والصاد هو ضلع القايمه الثاني. يبقى انا كده عندي مثلث ايه؟ قائم. دول هسميهم س وصاد. حلو. مجموع ضلعي القايمه ب 17، يبقى عندي اول حاجه س زائد ص بتساوي 17. طبعا اقول له نفرض ان بعد طولي ضلعي القايمه س وايه؟ وصاد. المساحه ب 30. المساحه ب 30 يبقى لازم تكون حافظ قانون مساحه المثلث، وبالذات المثلث القائم. مساحه المثلث القائم هي نص القاعده في الارتفاع، يعني نص القاعده س في الارتفاع ص بيساوي 30. س في ص يبقى كده من الدرجه الثانيه. اضرب في 2 عشان اخلص من نص، يبقى س في ص بتساوي 60. ركز بقى، انا عايز الوتر، يبقى لازم اجيب السين والصاد عشان اقدر اطبق نظريه مين؟ فيثاغورس. دي فكره المساله. همسك المعادله اللي من الدرجه الاولى، هسيب السين واطلع الصاد 17 ناقص صاد، واكتب جنبيها بالتعويض في المعادله الثانيه. دي المعادله الثانيه. هحط مكان السين 17 ناقص صاد مضروبه في صاد بتساوي 60، واعمل عمليه التوزيع. يلا بينا. صاد في 17 17 صاد، صاد في سالب صاد سالب صاد تربيع، وال60 تخش سالب 60 بيساوي 0. هرتب سالب صاد تربيع موجب 17 صاد سالب 60 بيساوي 0. هضرب في سالب عشان اغير اشاره السالب بتاع الصاد تربيع، يبقى صاد تربيع بالموجب ناقص 17 صاد موجب 60 بيساوي 0. هحلل، يبقى صاد وصاد الموجب شبه النص، كام في كام؟ ب60 ومجموعهم 17، هيبقى عندي 5 في 12. يبقى صاد ب5 لما اطلع بعكس الاشاره، صاد ب12 لما اطلع بعكس الاشاره.
السين خلينا لما صاد بخمسة، السين 17 ناقص صاد يعني 17 ناقص 5 يعني 12. لو جيت في الحالة التانية 17 ناقص 12 هيبقى 5. فيبقى كده ضلعي القايمة 12 و5 السين وصاد، او 5 وكام و12 مش هتفرق معايا. يبقى كده على طول الوتر تقدر تطبق نظرية مين؟ فيثاغورس. اربع س زائد مربع صاد يعني اربع ال 12 زائد مربع الخمسة، او اربع الخمسة زائد مربع ال 12 مش هتفرق معايا. هيطلع في الاخر كام يا شباب؟ 13 سنتي. ده كده طول الوتر بعد ما جبت ضلعي القايمة. مسألة فكرتها جميلة، يا رب تكون فهمتها. بالمثال كده اللي فات نكون وصلنا لختام حلقتنا، شرح الدرس الثالث والاخير في الوحده الاولى من فرع الجبر للترم الثاني. الجبر عندك في الترم الثاني جميل، يعني الدروس بتاعته في المتناول، هي الهندسه بس اللي فيها شغل شويه، بس ان شاء الله هنلم الدنيا في الترم دوت من خلال حصص الشرح وحصص المراجعات. يا رب تكون استفدت بكل كلمه، وما تنساش ملف الحصه هيكون على قناتنا على التليجرام، سايب لك اللينك بتاعها في وصف الفيديو، واشوفك على خير طبعا في حلقات جايه كتير، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.